السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي أخواتي من جديد على قناة مطبخ أم رؤى. نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال وبصحة جيدة إن شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم غادي نوجد معكم طلبية ديال 6 ديال البلاطويات صابلي 100%. يعني البلاطويات كله، يعني 6 البلاطويات كلهم غير صابلي، ما دخلش فيهم شي حلوة واحدة أخرى. نتمنى إن شاء الله نفيدكم. إن شاء الله تبعوا معي الفيديو من الأول حتى الأخير باش تعرفوا المقادير وطريقة التحضير والثمن. إن شاء الله غيكون في آخر الفيديو الثمن باش خرجت هاد البلاطويات والوقت اللي وجدت فيه هاد البلاطويات، اللي ماشي شي وقت اللي هو طويل. يعني باش تزعموا بالنسبه للبنات اللي باغيين يشدوا الكوموند يزعموا باش يشدوا بحال هاد البلاطويات هادو. بسم الله غادي نبدا. مشيت العجينه ديال الصابلي هي الاولى. يعني خديت هنا نص كيلو ديال الزبده. انا الزبده خديت، المهم نتوما ديروا لده ولا بونه ولا اطلس. انا هنا خدمت باطلس. درت نص كيلو، يعني ما يعادل 500 غرام. درت 3 كيلو 3 عفوا 3 الكيسان ديال الزيت ديال سنيده، يعني سنيده اللي تكون رقيقه، وإلا ما كانتش رقيقه طحنوا، يعني زيدوا طحنوها. ودرت 2 كيسان ديال الزيت. هنا درت العجانه. بالنسبه للاخوات اللي كيخافوا من العجانه كيقول لك الصابلي ديالها كيتجمع، فانا هنا عجنتها قدامكم. يعني انا كنت غادي يعني نعجنها غير بيديا، ولكن قلت نديرها بحال هكا. كان نص كيلو ديال هذه الزبده كنديرها في العجانه، ولا كانت غير رابعه كنديرها في الهاشوار. انا كيف قلت لكم كديروا هاد الطراب هذا اللي كيكون بحال الكا. صافي درت هنا معلقه كبيره ديال الفاني. كنخلي ديك الزبده والزيت والسنيده كيتخدموا، من بعد كنزيد البيض. هنا زدت 4 ديال البيضات مع التطريب المستمر. ضروري ان نبقاو نديرو من الجناب هنا حتى كيولي لنا ديك الخليط كريمي. عاد كنبداو نزيدو في الدقيق شويه بشويه. قلت لكم في المقادير درت نص كيلو ديال الزبده ما يعادل 500 غرام، شويه ديال الملح، معلقه كبيره ديال الفاني. النكهه كتبقى على حسب الذوق وانتم باش ما بغيتو تنكهوا الصابلي ديالكم. 4 البيضات، 2 كيسان سنيده والدقيق حسب الخليط. درت معلقه ديال الجليكوز. هنا جمعت العجين ديالي درتو في واحد البلاستيكه، خليته هكا ارتاح بيد ما جمعت يعني البوطاجي ديالي او فين غادي نخدم. المهم بغيتو تخليوها يعني ترتاح خليوها، ما بغيتوش كتخدموا فيها تخدموا بها في نفس الوقت. صافي خديت واحد 2 بلاستيكات وطلقت العجين ديالي على هذا الشكل. العجينه ملي كتكونوا باغيين ديروها غلافاص واحد كتخليوها شويه ما بين وبين، ما ترقوهاش بزاف. وإلا كنتو غتلصقوها وحده مع وحده فكترقوا. هنا شفتوا معايا المراشم اللي غادي نخدم بهم. 7 ديال المراشم اللي غادي نخدم بهم. يعني هنا درت 7 ديال الشكال في البلاطو. بديت بهذا الشكل الاوفال هذا. غادي ندير يعني ملصق، غندير وحده مثقوبه وحده لا. غادي نحسب شحال من وحده، غادي نحسب اللي ما ملصقاش، اللي مثقوبه واللي ما مثقوباش. يعني بديت بهذا الصابلي هذا غادي نلصقو بالكونفيتير. الصابلي ديالي كيف ما شفتوا يعني العجينه كتكون زوينه وكتكون يعني كتخدموها وانتم مرتاحين. صافي من بعد ما قطعت الصابلي ديالي درتو في اللاطا هكا، ودزت الصابلي الثاني اللي درتو على شكل هرم حتى هو قطعته بمرشم ديال الهرم. وعاد درت عاود يعني الصابلي الداير. انا هنا ما بغيتش نطول الفيديو،
صافي كنطبع الصابلي ديالي وكنوريه ليكم. من بعد غادي نطبع المربع، هذا هو الشكل الرابع، وهاد الوردة هي الشكل الخامس، والداير حتى هو الشكل السادس. صافي غادي ندير الصابلي ديالي يطيب في الفران، يعني درجة الحرارة اللي تكون يعني سخنت الفران مزيان، ومن بعد نقصتو وبديت كنطيب الصابلي اللي كيجي على هذا الشكل. نتوما كتشوفوا ما كيجي لا مديفورمي لا حتى شي حاجه، ما كيجيش مجموع، يجي كيف ما حطيتوه بالطبع كيبقى. يعني الصراحه العجينات اللي ناجحه 100%. هنا هذا هو الشوكولات اللي غادي نفيني به الصابلي ديالي. وجدته في واحد الجهه باش غادي نفيني الصابلي هذا في نهارو. يعني من بعد ما طيبت الصابلي دزت الفينيسيون. هذا اللوز ها الشيء اللي وجدته، راني حاطاه معكم في القناة. هنا التعليكة ديالي والتلصيقة باش غادي نلصق الصابلي ديالي، كل شيء وجدته فوق الطبلة باش غادي نبدا نفيني الصابلي ديالي. كيف قلت لكم كاوكاو او اللوز هالشي كنوجدو مع يعني في البيت، ما كنشريهش، يعني كنوجدو راسي. راني حاطاه معكم في القناة. هنا الصابلي درت هاد الصابلي اللي كيكون هكا على هاد الشكل. هنا غادي نلصقو بالتلصيقه ديال القهوه. هنا درت كاس ديال العسل مع 10 ديال الشكلاطات ديال كالا كحله، ودرت النكهه ديال القهوه، وغادي نلصق الصابلي ديالي اللي على هاد الشكل. هذا الشكل الاول. هنا غادي في الوسط غندير واحد العقيقات صافي. كيكون هذا هو الشكل الاول، كيجي شكل اللي كيجي زوين وراقي. نتمنى البنات تكونوا كتستافدوا معايا في القناه، والفيديوهات ديالي كيكونوا مفيدين لكم. من بعد غادي ندوز للشكل الثاني اللي غيكون على هذا الشكل، هذا الدولار، يعني الشكل ديال الشوكولاط الدولار اللي درت ليه العقيق والبافون وشويه ديال الليمون معسل والفويتين. درت الصابلي دهنتو بالنكهه يعني بالتلصيقه ديال الكراميل. غادي نحط الشوكولاته ديالي على هذا الشكل، ومن بعد غادي نديرو في اللوز هاشي من الجناب، كيكون على هذا الشكل. صراحه فهاد هاد 6 البلاطويات قدوني هنا 2 عجنات. المهم ديك العجنه ديال نص كيلو. هنا خديت الصابلي داير، ودرت هاد الشوكولاته اللي على شكل حبة القهوة. درت تلصيقة ديال القهوة نيت، يعني التلصيقة اللي درت في الصابلي الأول. صافي وكنحط هاد الشوكولاته ديالي ديال حبة القهوة. من بعد غادي ندير ليها ساتيون في الصفر، يعني غير من الفوق واحد الدهينة خفيفة اللي كتجي بحال هاد الشكل هذا. وهذا هو الشكل النهائي ديالو، كيجي زوين وكيجي راقي. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. من بعد غادي ندوز للصابلي اللي درت معكم ديال الورده. هنا دهنتو بالتلصيقه ديال الكراميل، وخديت هاد الشوكولاته اللي شكل وريضه صغيره اللي غادي نديرها في الوسط، ومن بعد غادي ندير مع الجناب اللوز هاشي من الجناب. بالنسبه للوز كيف قلت لكم انا كنشدو كنقيه، يعني كنفسخو وكنغسلو وكنخليه شويه ما ينشفش. المهم يكون فيه زقوله. هذا صافي كناخدو كنديرو في الهاشوار، من بعد كنحمرو في الفران. كيجي زوين وكيجي يعني التحميرات تكون
كتكون التحميره مقاده، يعني كتنقصوا عليه الفران مزيان وكتخليوه يتحمر على خاطرو مع التحريك المستمر. هنا درت الشكل ديال المربع، خديت هاد الشكلاط هذا اللي كيكون مربع وصابلي راني خدمته ودرتو في السيلباد. صافي الوجه ديالو كيبقى على هذا. من بعد غادي ندير وريضه بالبيسطاج من الوسط وكيجي على هذا الشكل هذا. يعني خديت الاشكيلات اللي هما ساهلين، بما ان الكوموند جاتني بزروبه مع العواشر وداكشي. المهم خديت حاولت انني ندير شكيلات اللي ساهلين وفي نفس الوقت راقيين وغادي يجيوني في البلاطو زوينين. هنا الصابلي اللي قلت لكم غندير مثقوب درت ليه لصقته بالكونفيتير. هنا الكونفيتير خديت قرعه ديال الكونفيتير الجاري الخاص بالحلويات، درتها في واحد الكاسرونه ودرت معاها نص كاس ديال السنيده، درت معاها نكهه ديال البرتقال واحد المعلقه كبيره، ودرت ملون برتقالي وخليته حتى طابو مزيان. ويعني كنشوف داك الخليط ولا يعني ثقيل صافي نخدم به. يعني من الاحسن اننا نخليوه حتى يبرد عاد نخدمو به. بالنسبه للشكل ديال الهرم درتو على هذا الشكل، درتو ريضه بهذا الشكلاط، مزيج ما بين الشكلاط كحل وبيض باش كيجينا هكا كري صافي. وغندير في الجناب اللوز هاشي وكيكون على هذا الشكل هذا. صافي البنات كملت الصابلي ديالي صافي وبديت كنست فيه على هذا الشكل. صراحه خدمه من نهارها والحمد لله كلشي داز على خير وبخير. يعني صابلي جا زوين، البلاطويات عجبو مولاتهم. بالنسبه للثمن البنات حسبتهم ليها ب80 درهم. 80 درهم فيها الخير والبركه البنات. بالنسبه جوج عجنات خدمتهم وفينيتهم واستفتهم لها في البلاطويات على زائد ثمن البلاطويات صافي. المهم 80 درهم. هادو 90 درهم 80 درهم فيهم الخير والبركه. وانا السيده وجهها يعني عزيز عليا، فانا حسبتهم لها ب80 درهم والحمد لله فيهم الخير والبركه. نتمنى البنات نكون فدتكم في هذا الفيديو، ونكون ان شاء الله الا بغيتوا بحال هاد الفيديوهات قولوها لي في التعاليق، ان شاء الله نبقى نشاركهم معكم. ومع السلامه الى فيديو قادم. وما تنسوش ديروا لايك الفيديو وديروا ابوني للقناه. اللي ما اشتركش يشترك. مرحبا والف مرحبا. الى اللقاء، مع السلامه في فيديو قادم ان شاء الله.